عزيزيني وعزيزاتي، معاكم عقارين. النهارده هنتكلم بهدوء عن موضوع بيحصل في كل الطروحات السكنيه. الطرح ينزل، الناس تستنى، فجأة الوحدات كلها اختفت. تسأله ازاي وليه؟ يقول لك الجواب النموذجي والبسيط اللي بيحصل دايما او اللي بيتقال في الحاجات دي، اصلها اتحجزت معلش. ولما يعدي الوقت شويه تلاقي ناس داخله تحجز بدري قوي عشان يلموا اكبر عدد ممكن من الوحدات السكنيه. طب ازاي ده بيحصل؟ عن طريق وسطاء وسماسرة. بدل مثلا ما يكون جدية الحجز رسميا 100,000، تلاقيه بيقول لك أنا عايز 200 250 وساعات بتوصل 300 عشان أخلص لك الوحدة دي. الوحدة دي بتروح لمين في الآخر؟ مش دايما بتروح للأسف للمواطن اللي عايز يسكن في شقة أو في وحدة هو وعيلته. في الغالب بتروح لسمسار أو بتروح لواحد تاني عايز يبيعها تاني يوم عشان يحقق أعلى سعر وأعلى عائد، عشان سبوبة الريسيل اللي صدعونا بيها كأنها بتولد. وهنا المشكلة، الطرح معمول أصلا عشان يوصل لمستحقيه، يوصل ليك وليها، لكل الناس اللي بتخش عشان عايزة تحجز وحدة سكنية. لكن اللي بيحصل بالشكل ده إنها نصبايا للأسف. ده مش بس بيغلي السعر، ده للأسف بيضغط على ناس كانت فعلا عايزة تشتري وتسكن، وفي الآخر الكل بيخسر. المواطن الحقيقي اللي عايز يشتري شقة، وسمعة الطرح، والسوق نفسه. عشان كده لازم يبقى في وعي. في الاخر يا عزيزي، ما تجريش ورا اي حد يقولك هات اكتر وانا ظبطك. الشراء من النوع ده من السماسرة بيشجعهم يكملوا. المنصات والجهات المسؤولة لازم تاخد بالها من اي حاجة بتشوه سمعة الطرح. الموضوع مش هجوم، الموضوع تنظيم. في ناس شغالة صح عشان تساعدك، وفي ناس شغالة برضو صح عشان تسوحك. سماسرة الطروحات ليهم أساليب غير قانونية، إن هم يخشوا ياخدوا كل الوحدات اللي بتنزل وياكلوا حق المواطن الغلبان ويسخنوهم على المنصات المحترمة اللي كل هدفهم إن هم يدوا المواطن بيت يعيش فيه هو وأسرته، ويسخنوا المواطن إن هم يخشوا يهاجموا المنصات عشان يشغلوهم عن السبوبة اللي بيعملوها على قفاهم. طبعا ركز معايا شوية، لو عندك 4000 مواطن و1000 شقة، ما طبيعي ان 1000 واحد بس هم اللي هياخدوا شقق عشان هي مش بسبوبة ولا بقرعة، دي بأسبقية الحجز. فطبيعي ان مش كل اللي يقدموا هياخدوا شقق. واللي بيستفيد مين بقى في كل ده؟ السماسرة اللي بيروجوا وبيعملوا مشاكل عشان يعملوا إجهاض لأي محاولة ناجحة بتفكر فيها الدولة. ومتضايقين طبعا ان الدولة بتقفل عليهم حنفية السبوبة اللي قايمة على النصب وأكل حقوق الناس. فيروحوا يوقعوا الناس الغلابة ويأجروا الجان ويخشوا على المنصات المحترمة ويوقعوا فيها. هو ده محور الموضوع كله عزيزي المواطن. وبعدين يروحوا يمنشنوا لك لوزارة الإسكان ورئاسة الوزراء. يا بجحتك يا أخي، طب بذمتك مش مكسوف من نفسك يا أخي وأنت منزل على الصفحة عندك إن أنت عملت 30 استمارة حجز؟ هو ده أصلا قانوني؟ هو في قانون في الدنيا يقول إن أنت تحجز 30 شقة؟ ده قانون ساكسونيا. وتروح عند المنصات المحترمة اللي بتحاول تدي للمواطن اللي نفسه في بيت ليه ولعيلته شقة يسكن فيها، فتروح انت كسمسار نصاب طبعا توقع ما بين المواطن والدولة وتسخنوا عليها عشان تمشي حالك وسبوبتك وتعمل انت الفرق في السعر وتحطه في جيبك. طبعا هل ده طبيعي؟ هل ده قانون يا عزيزي المواطن؟ يا ريت يبقى عندنا وعي اكتر من كده ونفهم مين في صفنا ومين مصلحته ان احنا نعادي دولتنا ونهاجم فيها. الخلاصة، ما تستعجلش، افهم وشوف مين المستفيد الحقيقي قبل ما تهاجم ناس بتحاول فعلا تساعدك وتسيب اللي بيضرك فرحان بالبيت اللي انت تستحقه. عقارينه بيفكرك ان الوعي اهم من السرعة عشان السرعة مش دايما كويسة. سلام عليكم.